لو إيميل شغلك اتسرب مش مجرد رسالة بتتفقد، ده ممكن يدمر شركة. أول حاجة ممكن يحصلها الهاكر يدخل على حسابات العمل، يبعت إيميلات مزيفة باسم الشركة ويخدع عملاء أو موظفين تانيين. ثانياً، يقدر يوصل لمستنداتك السرية، عروض الأسعار، بيانات الموظفين وأرقام الحسابات البنكية. ثالثاً، لو في نظام متوصل بالإيميل ده يقدر ينشر برامج خبيثة على كل الأجهزة ويشل الشغل كله. ورابعاً، التسريب ممكن يكلف الشركة ملايين، وغالباً المسؤولية بترجع للإدارة والIT. طيب تعمل إيه فوراً لو حصل تسريب؟ غير الباسورد فوراً وفعل المصادقة الثنائية 2FA. بلغ فريق الIT أو مديرك فوراً علشان يقفلوا الثغرة. راجع الجلسات المفتوحة Logged in Devices وسجل خروج من كل الأجهزة اللي مش تعرفها. لو في مستندات حساسة اتسربت، بلغ الجهات المسؤولة ودور على خطة استجابة للحوادث. الخلاصة، إيميل واحد ممكن يعمل كارثة، فخليك دايماً حريص وابقى سريع في التعامل. لو عايز أعرفك إزاي تعمل حماية كاملة للإيميل والشركة خطوة بخطوة، اعمل لايك واشترك في القناة عشان ما يفوتكش الفيديو الجاي.